والنقطة الأخيرة وهي لازم تكون شخص غير مسوف. ما ينفعش اللي انت يبقى عندك 10 ايام تسلم فيهم مشروع، تريح اول يوم وتاني يوم وتلاقي نفسك داخل على 8 يوم وانت لسه ما عملتش حاجة، وتقوم ضاغط نفسك في اخر يومين وتكروت وتسلم. كل مرة ممكن تكون بتضغط وتسلم في الميعاد، بس لو بدأت في اول يوم مطلوب منك تبدأ شغل فيه، هتلاقي مع الوقت انت بتنجز بإبداع بفن، وهتلاقي في الاخر معاك الوقت ده تبدأ تراجع فيه الحاجة التانية. لو في اي حاجة لا حاسس انها ممكن تعملها احسن، تعملها احسن، بحيث ان انت في الاخر هتسلم مشروع هيكون باسمك انت قبل ما يكون لكلاينت تاخد عليه اجر. الشغل اللي بيتعمل بيكون باسمك، شغلك لما بيتشاف هيبدأ يجيب لك شغل تاني. فلازم تهتم ان انت يكون عندك وقت كافي ان انت تبدع في البروجكت اللي انت شغال فيه. في نفس الوقت لازم تستغل الوقت من اول لحظة لاخر لحظة. دي كانت البنود اللي بتندرج تحت إدارة الوقت او مهارة إدارة الوقت. اول حاجة اتكلمنا عليها كانت تحديد الزمن الحقيقي لكل مهم، والحاجة التانية كانت الالتزام بالديدلاين، والحاجة التالتة كانت تحديد الأولويات، وبعدين هنقسم المهام، وبعدين هنكون أشخاص غير مسوفين. في الفيديو الجاي هنتكلم عن مهارة مهمة جدا لازم تكون عندك كمصور أو مونتير، وهي مهارة الإبداع وحل المشكلات. أشوفكم في الفيديو الجاي.